تعالوا نعمل سمبوسك باللحمة المفرومة مع عجينة مقرمشة ومكونات اقتصادية. ويلا نبلش. عنا كيلو طحين، بيضة، نص كاسة زيت، كاسة لبن زبادي، كاسة ونص مي، نص ملعقة صغيرة ملح. بجاط بنزل الطحين والملح وحرك، وبنزل الزيت وحرك، والبيضة والزبادي وبحركهم مع بعض، وبلش نزل المي شوي شوي وأعجن، وأستمر بالعجن لحد ما تنعم معي العجينة. وهيك صارت العجينة جاهزة، ناعمة وطرية. بغطيها وبريحها لحد ما أساوي الحشوة. بمقلاية على النار بحط زيت وبنزل كيلو لحمة، وهي حسب الرغبة، وبلش قلب اللحمة لحد ما يتغير لونه، وبنزل البصل وبلش قلبه، وللبهارات عندي فلفل أسود، بابريكا، وشوي قرفة، ورشة ملح حسب الرغبة، وبقلبهم مع بعض. وبضيف شوية بقدونس، وهي حسب الرغبة، بقلبهم مع اللحمة. وهيك صارت اللحمة معي جاهزة. بلش قطع كرات صغيرة من العجين وافردها بالشوبك، وحطها بقالب السمبوسك وانتو اللي بتحبوه. وهيك راح يطلع معي السمبوسك بالقالب. استخدمت القالب ليطلع السمبوسك بنفس الحجم والشكل، وانتو استخدموا القالب اللي بتحبوه. وهيك خلصت كل كمية السمبوسك وصارت جاهزة للقلي. بمقلة بضيف زيت، ولما يسخن معي بلش نزل السمبوسك. بستمر بتحريكه طول مرحلة القلي لحد ما يستوي معي ويصل للون الذهبي. هيك لازم يكون شكله بعد القلي، ويوصل لهذا اللون الأشقر. بعد ما خلصنا الكمية بصفيها من الزيت. شوفوا قوام السمبوسك ذهبي ومقرمش. وهيك طلعت معي من جوا. كيلو طحين طلع معي هاي الكمية، صفيته بشكل متناسق وجميل. جربوها واعطوني رأيكم، وصحتين وهنا.